السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر، كما وردنا في آخر تحديث للنموذج الأوروبي الذي وردنا قبل قليل. فما زالت أمطار الخير متواصلة على البلاد ولله الحمد على الأقاليم الشرقية وكذلك الأقاليم الصحراوية. ما عليكم إلا تتبع الفيديو إلى الآخر لتعرفوا كل شيء بالتفصيل، ولا تنسوا أعزائي المتابعين دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم. إذا متابعي الكرام، نستهل نشرتنا بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث يرتقب بحول الله بعض الاضطرابات الجوية على الأقاليم الشرقية ستعطي بعض التساقطات على مرصد وكذلك على سقهرس وقالما وبرصباط وتاملوكا وكذلك بني والبان، وصولا إلى سكيكدا والشريع. ستكون تساقطات مطرية معتدلة خلال الفترة الصباحية إن شاء الله، ذلك بعض القطرات الأقاليم الجنوبية الشرقية بإذن الله. أما بالنسبة للتوقعات خلال فترة ما بعد الزوال، متابعي الكرام، يرتقب بحول الله عودة الاستقرار للبلاد بعد هبوب الرياح الضعيفة. أما بالنسبة لتوقعات يوم غد الأربعاء، يرتقب بحول الله أن تكون أجواء معتدلة وصافية على جل الأقاليم وكذلك جل الولايات الجزائرية، مع اقتراب هذا المرتفع الأزوري الذي تبلغ قوته 1019 هكتو باسكال، وكذلك هناك مرتفع إفريقي ومرتفع على السواحل الأطلسية، مما سيسببان استقرار الأجواء خلال هذا الأسبوع مما سيسببان استقرار الأجواء واستقرار المنظومة الجوية، كما هو ظاهر على مستوى خريطة اليقظة الجوية على هاتفكم. بالنسبة لتوقعات يوم الخميس والجمعة، متابعي الكرام، أجواء مستقرة على العموم مع اقتراب هذا المرتفعات التي تحيط بالبلاد. نسأل الله عودة المنخفضات وأن يبتعد عنا هذا المرتفع الآزوري. وبهذا متابعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم.